5 علامات لو موجودة في الشخص اللي انت مرتبط بيه فده معناه انك في علاقة سامة. 1. التلاعب النفسي او زي ما بيقولوا عليه نظام قلب الترابيزة، الجاس لايتن، وده اخطر نوع فيهم لانه مش بيغلط بس دايما بيخليك تشك في نفسك. لما تيجي تواجهه بالغلط اللي هو عامله دايما هيبدأ يلف الكلام ويحسسك ان انت مجنون او ذاكرتك اللي خانتك. هتلاقي نفسك مرة واحدة تحولت من موقف الهجوم للدفاع، بدل ما هو يعتذر لك على غلطه لا ده هيخليك انت اللي تعتذر على ان انت ازاي اصلا تفتح الموضوع ده، وهيوهمك ان انت حساس بزيادة لدرجة ان انت تصدق فعلا كلامه. رقم 2 السيطرة او التحكم الخفي، ده اللي بيسجنك في قفص من الذهب والمشاعر، بس الذهب والمشاعر المزيفة. هتلاقيه دايما بيتدخل في شغلك، في حياتك، في لبسك، حتى في علاقتك مع اهلك، ودايما هيرد عليك بالجملة المشهورة انا بخاف عليك او بغير عليك. طبعا مبرراته كلها عشان يعمل ده هو اني بحبك، بس الحب الحقيقي هو السند، مش انه يسجنك يعزلك بالتدريج عن الناس علشان دايما تكون في احتياج ليه. وبيستخدم كلمة بحبك او الغيرة علشان تكون هي الشماعة اللي بيقدر يلغي بيها شخصيتك. رقم 3 النقد الهدام او التقليل منك، ده الشخص اللي بيعتبر التقليل منك هي نصيحة والسخرية منك هي هزار. دايما عنده تعليق سلبي على شكلك، ذكائك، لبسك، يحسسك ان انت ولا حاجة من غيره. دايما هيرمي لك كلمة في وسط الكلام، كلمة تضايقك يحسسك فيها انك قليل وان هو حاجة كبيرة جدا عليك، علشان دايما ترضى بأي معاملة هو هيعاملك بيها. رقم 4 الابتزاز العاطفي، ده هيخليك تمشي على قشر بيض علشان ما تزعلوش، علشان زعله تقيل. هيستخدم الصمت العقابي او التهديد بالبعد او حتى التعب والمرض لو انت ما نفذتلوش اللي هو عاوزه. الشخص ده دايما هيخليك شايل ذنب مش ذنبك، لو اعترضت يبقى انت مش مقدر تضحياته، ولو فكرت في نفسك هيبقى انت الشخص الاناني. في العلاقة دي دايما هيكون هو الضحية وانت الجاني. رقم 5 الاستنزاف النفسي، ده الشخص اللي بياخد كل حاجة ومش بيدي اي حاجة. دايما هتلاقي نفسك انت اللي بتصالح، انت اللي بتعتذر، انت اللي بتهتم، انت اللي بتتكلم. هو مش موجود بس غير علشان يستقبل كل ده واللي بيعتبره حقه مكتسب. علاقة معاه لا تمس المشاركة بشيء، دايما هتلاقي نفسك انت اللي بتاخد خطوات وبتبذل مجهود وهو بس مجرد واقف يتفرج عليك. العلاقات السامة هي علاقات مجهدة، هتستنزفك نفسيا وبدنيا وذهنيا وعاطفيا. فلو انت لسه على البر حاول تبعد وتفصل عن اي علاقة سامة، ولو انت خلاص اللي حصل حصل وانت في علاقة سامة حالية يبقى لازم تعرف ازاي تتعامل معاها. اعمل فولو لمساحة نفسية لو عايز توصل للراحة الحقيقية، وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وافتكر دايما ان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.